أهلا بيكم في قناتكم حكاية ورا كل باب، القناة اللي بنشارككم فيها قصص واقعية، في ألم وفيها وجع لكن دايما فيها عبرة. وقصة النهاردة مش مجرد قصة خيانة، دي أبشع من كده بكتير، لأنها بتحمل جواها خيانة وانحراف ودم ونهاية مأساوية. ولما تسمع تفاصيلها هتتعلم درس عمره ما كان بالكلام. ما ينفعش تدخل حد غريب بيتك، البيت ليه حرمة، ومش كل صاحب ينفع يدخل بيتك، ولا كل ضحكة تبقى أمان. خلونا نبدأ. في البداية كانت حياتهم شبه مثالية. نهى زوجة مخلصة بتحب جوزها كريم من قلبها، وهو كمان كان راجل محترم بيشتغل وبيصرف على بيته وبيخاف ربنا. لكن الدنيا ساعات بتقلب فجأة. كريم اتعرف على شلة من أصحاب السوق وابتدى ينزل في طريق مظلم، شرب، سهرات، مخدرات، لحد ما بقى مدمن. ومع التغير ده بقى يجيب واحد من أصحابه اسمه أدهم البيت يسهر معاه ياكل ويشرب. بس أدهم كان عينه مش بريئة، وكانت نهى لوحدها حاسة إنها فقدت جوزها حتى وهو موجود. شوية شوية الكلمة بقت ضحكة، والضحكة بقت خيانة. لكن المصيبة لسه ما بدأتش. كريم عرف وشاف بعينه وسكت. ما سكتش بس، ده بقى بيشاركهم الفعل المحرم وبيصورهم كمان. ولما العلاقة بينه وبينهم توترت بقى يهددهم بالفيديوهات: لو سبتوني هفضحكم. نهى انهارت وأدهم خاف على نفسه، فاتفقوا على حل واحد يتخلصوا من كريم، وبالفعل قتلوه. لكن ربنا ما بيسيبش، الشرطة قبضت عليهم، والفيديوهات اللي كانت تهديد بقت دليل إدانة. وفي المحكمة صدر الحكم، الإعدام ليهم هما الاتنين. الدرس هنا واضح، البيت ليه حرمة، ومفيش صاحب يتأمن له في بيتك، والخيانة دايما بتدفع ثمنها غالي. قولوا لنا في التعليقات، مين السبب الحقيقي في المصيبة دي؟ الزوج، الزوجة، ولا الصاحب اللي دخل بيتهم؟ واستنونا في قصة جديدة من حكاية ورا كل باب.